سألت على أحسن واحد بيعمل حواوشي في اسكندرية، قالولي الكيال. بما إننا في اسكندرية فلازم طبعا ناكل الحواوشي الاسكندراني اللي هو أصل الحواوشي موجود في اسكندرية. قالولي أصل الحواوشي عند الكيال. رحت عند الكيال لقيته كل حاجة ما شاء الله على عينك تاجر كده بره، العجينة اهي في ايديهم عمالين يودوا ويجيبوا فيها، واللحمة قدامك والمفرومة وكل شيء قدامك، والدنيا زحمة جدا 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 عند الكيال. الساعة تقريبا ساعتها كانت 2-3 الظهر كده بعد الظهر، فاللي هو ما شاء الله يعني زباينه كتير. يلا بينا بقى في عز الشمس كده في قلب اسكندرية في سبورتنج، ده فرع سبورتنج. تعالوا نجرب بقى حواوشي اسكندراني الكيال. وطبعا انتوا عارفين الحواوشي الاسكندراني بيختلف عن الحواوشي المصري او القهراوي كتير في العجينة وكله. الحواوشي الاسعار بتاعته بتبدأ من 140 160 180، وفي حواوشي بيوصل ل 200 و220، مش عارفة بصراحة على حسب ايه بس متهيألي ان كل ما السعر يعلى بيبقى بقى فيه وش بيتزا وحاجات زي كده زي ما انتوا شايفين كده. اول واحد ده لحمة، شكله بصراحة حلو وريحته جميله جدا. وش البيتزا ده مديله برضو ايه يعني شكل مختلف كده. اول حاجه لاحظتها ان العجينه بتاعته حلوه قوي، العجينه طريه كده يعني بترخ كده، فاهمين؟ مش تقيله خالص، خفيفه وناعمه ولذيذه جدا. يعني عجينه حواوشي اسكندراني مظبوطه. اللحمه شكلها ما يسرش بره وهم بيعملوها، لكن بصراحه طعمها وتتبيلتها حلوين قوي قوي. تدوق فيها طعم البصل والفلفل الرومي والحبهان، التتبيله حلوه قوي بصراحه، وتحس ان هي لحمه نظيفه كده. يعني شكلها ما يدلش انها لحمه نظيفه، بس طعمها لحمه نظيفه. الجبنه الموتزاريلا برضو محطوطه من على الوش لطيفه قوي مع شويه الفلفل والطماطم اللي على الوش بقى. تاني واحد كان بالبسطرمه، انا جبت باللحمه المفرومه اللي هو الطبيعي بقى الحواوشي الطبيعي، وواحد بالبسطرمه وواحد بالسجق، وسندوتشات برضو من عنده لانه بيعمل كفته كمان وحاجات زي كده. تعالوا نشوف اللي بالبسطرمه. انا عجبني قوي ان هو متوصي بالجبنه الموتزاريلا، متوصي بالحشوه، العجينه بتاعته رهيبه بصراحه، حاطط بسطرمه كتير قوي قوي، لكن ده لازم يكون لمحبي وعشاق البسطرمه لانه طعمه عجبني قوي. البسطرمه اللي مستخدمها نوعيتها نظيفه جدا، لكن ما تقدرش تدق فيها. يعني لو انت بقى بتحب البسطرمه قوي قوي تقدر تكمل لانه بيجزع النفس. العجينه عايزه اقول لكم خطيره بصراحه، العجينه حلوه بصراحه. يعني اللي قال لي جربي الكيال كان فعلا بيفهم، لانه ده لحد دلوقتي احسن حواوشي اسكندراني كلته سواء في القاهره او في اسكندريه. لكن الحشوه اللي جوه لحد دلوقتي انا حابه ان هي تكون اللحمه المفرومه اللي هي الاساس اصلا بتاع الحواوشي الاسكندراني. تعالوا نخش بقى على تالت واحد وهو اللي بالصدق. الصدق بقى الاسكندراني، ما ينفعش نقول سجق لما نيجي اسكندريه نقول صدق. في رغيف تحسه ايه محروق شويه، ورغيف تحس ان هو ابيضاني شويه. انا بحب الابيض بصراحه، بس كان سخن مولع طبعا عشان ايه زحمه وبيطلع لك اول باول. السجق برضو بتاع اسكندريه يعني ايه تحس ان هو بيبقى معجون في بعضه شويه، لكن بتلاقي حتت كده فيها جلد بتاع السجق او شكل السجق نفسه يعني. فاحنا هنختلف او نتفق على الحشوه اللي جوه. السجق برضو كان جميل، اللي بيحب السجق هيحب الحواوشي الاسكندراني. السجق ده بس قالب على بيتزا بالسجق شويه، لكن انا بصراحه لحد دلوقتي احلى حاجه عجبتني هي اللحمه. يعني لما اروح له تاني هجيب منه باللحمه المفرومه بس. تعالوا بقى ندوق السندوتشات بتاعته، لان هو اصلا بيعمل كفته مشويه وطرب وسجق مشوي وكده، فانا حبيت ان انا اجرب. هو حاطط مع السندوتشات طحينه ومخلل. انا جبت سندوتشات عشان يعني طبعا ايه نجرب كده على السريع، يعني مش هنقعد بقى وناكل كفته وطحينه وسلطه وكلام زي كده. فجبت اول ساندوتش ده انتوا شايفينه هو طرب. ساندوتش الطرب ب70 جنيه، والكفته والسجق ب50 جنيه. في حتتين كده بس بقى اللي انا مستغربه قوي هو ليه حاطط كميه الخس والخضار دي اللي محطوطه في قلب الساندوتش. مش فاهمه ليه، يعني كتير قوي لدرجه ان مغطيه على طعم الطرب، بس الطربيه نفسها حلوه. تعالوا بقى نخش على الكفته. الرغيف فيه صباعين كفته وجرجير وخس للصبح، يعني مش فاهمه جرجير وخس اكتر من العيش، فاللي هو انا عايزه اشيلهم احطهم في اي حته بس عشان اقدر استطعم طعم الكفته. طعم الكفته متوسط، يعني الكفته المتوسطه، لا هي مثلا فظيعه قوي حلوه هاي كواليتي، ولا هي رخيصه وحشه ما اقدرش اكلها، لا هي وسط حلوه. يعني كفته كويس نديها مثلا
6 7 من 10. لكن الساندوتش كده كله على بعضه ما عجبنيش بصراحه، لانه العيش ما كانش فريش قوي فكان بيتفتفت، وكميه خضروات رهيبه في الساندوتش معرفش ليه، يعني ملهاش سبب فاهمين ازاي؟ لكن متهيألي ان انا لو جبت المشويات كده لوحدها هتبقى افضل من السندوتشات. اخر بقى واحد هو السجق المشوي بتاعه حلو برضو قوي جميل، بس زي ما قلت لكم مفضلتش السندوتشات عشان العيش وعشان الخضار الكتير. ممكن نجيبها مثلا اللي هي 1.5 كيلو وحاجات زي كده. عجبني بصراحة الحوشي بتاع الكيال جدا. اكتر واحد عجبني هو اللحمة المفرومة، اسعاره غالية حبتين 3 4 5، لكن حسن الكواليتي بتاعه كويس، الكواليتي بتاعه حلو. وواحد بصراحة ممكن يكفي شخصين، يعني لان انت مش اكيل قوي، لا اكيل قوي يبقى واحد يكفيك ويشبعك قوي جامد زي كأنه بيتزاية كده. بس كده لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لايك كمان شير، ووروني نفسكم يا اسكندرانية وقولوا لي رأيكم يا قهروية في التعليقات. اشوفكم حاجة، باي باي.